جاي اكلمكم على 3 اطعمة صحيين جدا جدا جدا، والانسان بسبب الحاجات التجارية وبسبب التصنيع عشان عايز يزود في بيعهم ابتدى يغير حاجات فيهم فتحولوا لأطعمة غير صحية. تعالوا اكلمكم الأطعمة دي ايه. اول حاجة الشوفان فيه مادة البيتا جلوكان، والبيتا جلوكان مادة مهمة جدا بتحسن صحة القلب، وكمان هو قليل في الصوديوم، في الياف عالية جدا، بينظم سكر الدم، بيزود الشبع، بيعمل حاجات صحية كتير. للأسف الإنسان حول الشوفان إلى جرانولا. الجرانولا فيها سكر عالي، في مواد كتير مصنعة، فبالتالي ضر كتير الإنسان. تاني حاجة معانا وهي الفواكه ربنا خلقها لنا زي الفل وجميلة، احنا نسكت؟ لا، ما نسكتش. فيها الياف، فيها فيتامينز كتير، نروح احنا عصرينها ومقللين الالياف ومزودين نسبه السكر. فطبعا انا بقصد بكلامي ان انا اخد الفاكهه زي ما هي، زي ما ربنا خلقها، فيها اليافها وفيها معادن بتاعتها والفيتامينز اللي موجود فيها، احسن ما اقعد الفها في خلاط واقعد اقطع كل الالياف دي واكسر في المعادن وابتدي اخدها في صوره عصير بيكون معظمه عباره عن سكر. تالت حاجه معانا وهي المكسرات فيها فوائد كتيرة، فيها فيتامين اي، انتي اوكسيدنت، فيها دهون صحية، حاجات كتيرة حلوة جدا ومفيدة جدا للجسم. اما الانسان اخدها بقى وحمصها بقى وعمل الحاجات اللي على مزاجه وبالباربيكيو ومش عارفة ايه، فابتدت دهونها تزيد، ابتدت تبقى فيها سعرات اعلى، ابتدت تبقى فيها دهون غير صحية، ابتدت ممكن تأثر على الانسان بطريقة نيجاتيف. عشان كده يا جماعة حاولوا تاخدوا الحاجة كده زي ما ربنا خلقها عشان تفيد جسمكم. فهمتوا الكلام اللي انا بقوله؟ ولو حد عنده اطعمة تانية في دماغه يكتب لي تحت في الكومنت. سلام.